السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم حلقة استثنائية، إذا كنت مشجع اتحادي، هلالي، شبابي أو نصراوي يبقى الفيديو ده ليك. هنتكلم فيه مع حضراتكم من يرشح أفضل إدارة في دوري 2023 دوري روشن السعودي اللي فعلا بقى محط أنظار العالم أجمع بعد الصفقات المخيفة. ولا زالت السلسلة مستمرة في التعاقدات المتميزة لكل الأندية. هنبدأ نتكلم عن مين؟ هنبتدي نتكلم عن الهلال. هل ترشح إدارة فهد بن نافل أن تكون الإدارة النموذجية في 2023 نظرا للإعداد الجيد والممتاز، بالإضافة للمشاركة القادمة بعد أيام قليلة اختيار الفيفا نادي الهلال في دوري أبطال العالم المشارك فيها الهلال للمرة الثانية على التوالي، والنجوم الرائعين سواء المحليين أو الأجانب. عمل جبار ومجهود فعلا من كل أعضاء ومحبين نادي الهلال لإظهار هذا النادي الزعيم يستاهل. هل تفضل إدارة فهد بن نافل أنها تكون أفضل إدارة؟ طيب، هل تكون إدارة مسلة المعمر بعد تعاقده الأخير مع النجم الدون كريستيانو رونالدو حديث العالم نجم الشياطين الحمر وريال مدريد السابق أنها تكون أفضل إدارة؟ مسلة المعمر بصراحة تعرض انها بتستمر، كل شيء يكون مفرح لجماهير الشمس ان هي تنفذه على ارض الواقع. ما بقاش فيه كلمه مستحيل في اداره النصر، بل بالعكس التطلعات الى الامام. مزيد النجاح والتوفيق لاداره مسلم المعمر اللي فعلا متميزه بالعمل، مش مجهود شخصي بل واعضاء الشرف ايضا هم كمان منسوبين لهذا النجاح العظيم. هل تفضل إدارة مسلة المعمر أنها تكون هي الأفضل في 2023 أم إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان؟ رجل فعلا يستحق كل التقدير والاحترام، يعمل وحيدا بلا دعم، وحتى أعضاء الشرف يعمل وحيدا يفكر من رأسه فقط. رجل فعلا قدر أنه يستطيع انتشال الشباب في تعاقدات نوعا ما مميزة. صحيح ان في تقلبات على المدرب فينيس مورينيو في اخر 3 4 مباريات، وخروج الشباب المرير من كاس الملك امام الاتحاد بضربات الترجيح، لكن الرجل يستحق كل التقدير وكل الاحترام مننا لان فعلا يعمل وحيدا بدون اي احد مساعد تماما. طيب، هنتكلم عن نادي الاتحاد ورئاسه انمار الحيلي ورئيس مجلس اداره احمد الكعكي اللي قدروا فعلا الاتحاد ينتشلوه من الضياع. تذكر المواسم الماضيه كان الاتحاد قاب قوسين او ادنى من الهبوط. الان المشهد والان ان هو يصارع في التقدم وخطف المركز الاول والمركز الثاني. استمرار رائع مجهود، وكمان اللاعبين الاجانب من الاتحاد مميزين للغايه، وكمان المحليين. مين الاداره اللي بترشحها تكون الافضل؟ هلال، الاتحاد، الشباب، النصر؟ الجواب ده انا هسيبه لحضراتكم. متنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. كان معاكم شريف نزيه، قناه تحليل مع الكوتش. سلام.